هاي جدعان، عاملين ايه؟ الفيديو النهارده مختلف. مش هنقعد نتكلم في ازاي ننزل الدهون والحاجات دي والطرق وكلام كبير للناس اللي هي اوريدي اصلا بادئه من فتره وبتعافر في حتت معينه. لا، الفيديو ده عشان لو انت عايزه تبداي دايت ومش عارفه تبداي الدايت وفاكره ان انت مشكلتك في الاراده، فانت مشكلتك مش في الاراده. انت مشكلتك ان انت فاكره ان انت عندك مشكله في الاراده، والموضوع اصلا مش اراده. يعني الموضوع مش اراده. ليه؟ لان انت متخيله ان انت مفروض جعانه وتستحملي الجوع. هو اصلا مفيش حاجه اسمها كده. هو مفيش حاجه اسمها ان انت عشان تخسي فانت لازم تجوعي نفسك ولو ما استحملتيش الجوع فانت كده ما عندكيش اراده، انت اللي عامله في نفسك كده. هو الموضوع مش كده نهائي. الفيديو ده هتطلعي منه عندك خطوات واضحه وصريحه تقدري تمشي عليها. اول حاجه، مفيش حاجه اسمها ان انا اجوع نفسي، الاوبشن ده مش موجود. يعني فكره ان انت تجوعي نفسك عشان تخسي ده مش موجود، ده هيديكي نتيجه عكسيه، لان انت هتستحملي مره، الثانيه، الثالثه مش هتستحملي. فرقم واحد، ما تجوعيش نفسك. لا، انت هتقومي تبداي، انت هتقومي بعد الفيديو ده تبداي الدايت بتاعك. مش هتستني للسبت ومش هتستني لبكره. اول حاجه اتفقنا اننا مش هنجوع. يعني ايه مش هنجوع؟ يعني مش هقعد جعانه عشان مش على النت يقولوا اصل انت لازم تجوعي نفسك. لا، جعانه قومي كلي، بس اكل اكل مشبع درجه الشبع بتاعته عاليه. ايه هو الاكل اللي درجه الشبع بتاعته عاليه؟ البطاطس، اي بروتين. هسيب لكم ليست هنا مكتوب فيها كل الاكل اللي درجه الشبع بتاعته عاليه، نختار منها. هتختاروا منها، وكلنا عندنا الاكل ده في البيت، كلنا عندنا بطاطس في البيت، كلنا عندنا رز في البيت. لو انت بقى فكره ان انت حاشره نفسك في حته اللي هو اصلا انا مش هاكل بطاطس، اصلا انا مش هاكل رز عشان الحاجات دي بتتخن، فانت هتفضلي في مكانك طول العمر. الحاجات دي ما بتتخنش، الحاجات دي هي اللي هتساعدك تشبعي، وهي اللي هتساعدك تكملي في الدايت بتاعك. امتى نقول اصلا انا مش هدخل رز، اصلا انا مش هدخل مكرونه، اصلا مش هدخل مش عارفه عيش؟ الكلام ده بعدين، مش في البدايه. فدلوقتي احنا عشان عايزين نبدا، احنا هنبدا على هادي، هناكل رز بطاطس مكرونه عادي جدا بس بطرق صحيه. اكل ايه؟ اكل من اكل البيت. هتبداي بان انت تاكلي 3 وجبات كاملين من اكل البيت عادي. الفطار المصري بتاعنا عادي، الغدا المصري بتاعنا عادي. يعني ايه الفطار بتاعنا عادي؟ انت الناس كلها بتفطر ايه؟ بتفطر بيض، بتفطر جبنه، بتفطر عيش. فانت هتحطي الحاجات دي قدامك، بس كل الحاجه اللي هتحددي كمياتها هي النشويات. يعني انا هشوف ايه الفطار اللي موجود في البيت، هقعد وهاكل منه، بس هاجي عند النشويات وهحدد كميتها. يعني انا عندي مثلا بيض، عندي جبنه، عندي رومي مدخن، عندي مش عارفه ايه، حطي اللي تحطيه، بس هتيجي عند النشويات وتحددي كمياتها. تاخدي نص رغيف الوجبه اللي بعدها، وتاكلي وتشبعي، وتشربي ميه في نص الاكل، وتشربي ميه بعد الاكل. تتاكدي ان انت شبعانه، ما تقوميش جعانه. اتفقنا؟ بعد كده تصومي لحد الوجبه اللي بعدها. الوجبه اللي بعدها اللي هي الساعه كام؟ ملهاش ساعه. الوجبه اللي بعدها اللي هي لحد ما تجوعي. حلو. طب جعت، اقوم اكل؟ جعتي قومي كلي بكل بساطه. زي ما اتفقنا مش هنجوع نفسنا، فانت جعتي قومي كلي. اقوم اكل ايه؟ الغدا اللي موجود في البيت. شفتوا انتوا اللي معذبين نفسكم ازاي؟ الغدا اللي موجود في البيت ايا كان، كلنا بنعمل خضار وطبيخ وسلطه والبروتين بتاعك ايا كان هو ايه. فهتاخدي البروتين بتاعك اللي هو فراخ، سمك، لحمه، تونه، بيض، قريش، كبده، لحمه مفرومه، اي بروتين موجود عندك في البيت، وجنبه طبق الخضار اللي هو طبيخ او سلطه او الاتنين مع بعض كمان لو انت حابه. وهنقنن جنبهم كميه ايه؟ النشويات اللي هي رز او مكرونه او عيش. هنحدد كميتهم اللي هي هتبقى ايه. لو رز 10 معالق، لو مكرونه 10 معالق، لو بطاطسايه كبيره هتسلقيها او هتشويها. جنب النشويات بتاعتك اي بروتين واي خضار في البيت هتاكلي منه. اتفقنا؟ طب شبعت الحمد لله، شربت ميه في نص الاكل وبعد الاكل، والحمد لله شبعانه، اقوم افضل صايمه لحد ما اجوع واكل الوجبه اللي بعدها. الوجبه اللي بعدها اللي هي امتى؟ اللي هي برضو لما اجوع. فاول حاجه كده مش هجوع نفسي، اجوع اقوم اكل ايه؟ اقوم اكل من اكل البيت عادي جدا، بس هاكل براحتي في كل الحاجات اللي موجوده ما عدا النشويات. هي الحاجه الوحيده اللي هقنن كميتها. هتقنني كميتها، يعني لو فطار مثلا ممكن تاخدي نص رغيف او 4 ل5 شرايح توست. لو غدا هتاخدي 10 معالق رز او مكرونه. هنحاول نقلل العيش، نخليه مره واحده بس في اليوم، يا اما على الفطار يا اما على الغدا يا اما على العشاء، مره واحده بس في اليوم. والباقي هيبقى يا رز يا مكرونه يا بطاطس. هل الكلام اللي انا قلته ده صعب؟ هل الاكل ده مش متاح في بيتك؟
هل انا بقول لك جوعي؟ هل انا بقول لك قومي جوعي نفسك؟ هل انا بقول لك تاكلي 100 جرام مش عارفه سلطه و200 جرام مش عارفه ايه؟ كلي براحتك واشبعي براحتك وقومي. تالت حاجه، ما ينفعش تفضلي شايفه ان انت تبصي لنفسك بصه اللي هو ايه، اصل انا مش قادره اخس، اصل انا جيناتي كده. انت بقى هتقعدي تبصي للي انت مش عارفه تتحكمي فيه، هتقعدي تبصي لجيناتك، ده حاجه انت مش بايديكي. هتقعدي تبصي للسنين اللي عدت يا ستي، اللي حصل حصل، واحنا في اللحظه بتاعت دلوقتي، الواقع بتاعك دلوقتي ايه. فهتفضلي تفكري في الحاجات اللي مش بايديكي، والحاجات اللي عدت هتفضلي واقفه مكانك مش هتتحركي. فكري في انت تقدري تعملي ايه من دلوقتي، من اللحظه اللي انت فيها دي، ورقه وقلم واكتبي ايه اللي تقدري تعمليه. انا دلوقتي لو طلبت منك تجيبي اكل مخصوص للدايت، ولا طلبت منك تنزلي تتمرني، طب هتمرن ازاي؟ هعمل ايه في البيت؟ حضرتك حركتك في البيت، تقدري تحددي لنفسك نص ساعه لساعه كل يوم في البيت تعملي ووك ات هوم، يبقى قمر قوي. ما قدرتيش، ركزي في الاول في الدايت بتاعك. ما قدرتيش، مش مهم تمرين خالص دلوقتي. امتى هتقدري تتمرني وتلاقي وقت لنفسك غصب عنك تتمرني؟ لما تبداي تحسي ان في نتيجه من طريقه تنظيم اكلك اللي انت منظماها. طول ما انت مش شايفه نتيجه، طول ما انت حاسه انت عمرك ما بتخسي وعمرك ما هتخسي، اصل انت جيناتك، اصل انت يومك، اصل انت مش لاقيه وقت للتمرين، اصل انت مستحيل تعرفي تتمرني عشان التزاماتك، طول ما انت هتفضلي واقفه مكانك. شوفي نتيجه الاول من تنظيم الاكل بتاعك، هتبداي ان جسمك بدا يتحسن، هتخلقي وقت للتمرين، لان انت هتبقي حاسه انك عندك طاقه ومبسوطه وعايزه تكملي وعايزه توصلي لاكتر واكتر. فما تعقديش الامور على نفسك، دول حاجتين جربي ابدأي فيهم من دلوقتي، من دلوقتي حالا. لو في عندك وقت قادره تقومي تعملي ووك ات هوم، قومي. ما عندكيش مش مهم، شوفي هتاكلي ايه، شوفي الغدا اللي موجود عندك ايه، فكري ورتبي. طب انا الغدا ده اقدر اخد منه ايه؟ اقدر اخد السلطه، الطبيخ، اقدر اخد البروتين اللي موجود سواء كان بروتين نباتي او حيواني، مش مهم، وهقنن معاه كميه النشويات.